بكم ولقاء يتجدد والاسكندريه مباشر لاسره يوم الجمعه. خلينا نقول في مقدمه الحلقه ان اليوم النهارده كان يوم جميل جدا في اسكندريه، الشوارع كانت فاضيه، هناك بعض الافراد نزلوا في منتصف النهار وبدأ ان هم يستمتعوا بشوارع الاسكندريه، الى جانب ان الجو كان بديع. فالناس اللي لسه ما نزلتش او عندها فرصه انها تنزل تلحق تنزل وتستمتع بشوارع وجمال وجو اسكندريه هذه الليله. خلينا نقول ان احدث خبرين هو وزير المالية يعلن موافقة صندوق النقد رسميا على قرض ال 12 مليار دولار. ايضا ستاندرد اند باورز بتعدل نظرتها لديون مصر السيادية من سلبية الى مستقرة. فبالتأكيد نحن نسير على طريق التنمية. الشعب المصري حابب ان هو يعيش حياة مستقرة، حياة كلها تنمية من خلال بالتأكيد العمل، من خلال العمل ثم العمل ثم العمل والجد والكفاح. خلينا نقول ونأكد ان اسكندرية النهاردة كانت رائعة، واللي ما لحقش ينزل يلحق ينزل خلال الساعات المتبقية من الليلة النهاردة، يستمتع بالجو، يستمتع بشوارع اسكندريه. بقالنا مده طويله ما شفناش اسكندريه بهذا الجمال وبهذا الهدوء. خلينا ننتقل لبعض الاخبار اللي بتهم المواطنين وبتهمنا. نبدأ بوزارة الزراعة. قطاع الإنتاج بوزارة الزراعة اجتمع مع موردي السلع الغذائية من أجل بحث تثبيت أسعار السلع الغذائية خاصة الاستراتيجية خلال تلك الفترة، وأيضا إيجاد منافذ متنقلة في الأماكن النائية، في الأماكن النائية اللي بتقل فيها الخدمات الخاصة بنظام سوق اليوم الواحد. أيضا بننتقل من وزارة الزراعة إلى وزارة التموين. وزارة التموين أعلنت عن إضافة المواليد الجدد البالغ عددهم 2 مليون و200 ألف مولود حتى الآن من إجمالي 7 ملايين و700 ألف مولود. أيضا وزير التموين أعلن عن تحمل الوزارة فرق سعر السولار لتعويض أصحاب المخابز، وبالتالي سعر رغيف العيش هيفضل كما هو ب5 قروش. أيضا أعلن عن زيادة الدعم على البطاقة التموينية للفرد من 18 جنيه إلى 21 جنيه، وأكد على استمرار منظومة الدعم ولا نية لإلغائها. وأيضا أن مخزون السلع الاستراتيجية يكفي من 5 إلى 6 أشهر. بننتقل إلى وزارة التضامن. وزارة التضامن بالتأكيد برنامج تكافل وكرامة مستمر، بالإضافة أيضا إلى برنامج آخر مكمل وهو برنامج فرصة. برنامج فرصة هو بيستفيد منه أبناء المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة من أجل إيجاد فرص عمل من خلال إتاحة قروض صغيرة ومتوسطة لإقامة مشروعات صغيرة للشباب. بننتقل أيضا لوزارة الصحة. وزارة الصحة أعلنت عن تطعيم 1,800,000 تلميذ من إجمالي 8 مليون تلميذ من تلاميذ المدارس بيتم تطعيمهم سنويا، وذلك للوقاية من بعض الأمراض المعدية. هذه التطعيمات بلغت تكلفتها حوالي 65 مليون جنيه. ننتقل سريعا إلى محافظة المطروح. محافظة مطروح اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح يتوجه غدا إلى دولة الإمارات العربية المتحدة لتسلم جائزة النسر العربي بعد اختياره من أكاديمية تتويج لجوائز التميز، نظرا لجهوده على مدار عام ونصف العام في تحقيق التنمية الشاملة على أرض مطروح وجلب العديد من الاستثمارات. خلينا نقول إن محافظة مطروح وقعت العقود النهائية لعدد 14 مشروع استثماري بتكلفة مالية تصل إلى نحو 70 مليار جنيه، وذلك على خلفية المؤتمر الاقتصادي كنتائج لنجاح هذا المؤتمر. أما بالنسبة للقاء الهواء، لقاء الهواء مش هيبقى كتير عن الخدمات، هو لقاء عن جهاز ربما لم يأخذ حظه في الدعاية وفي إلقاء الضوء عليه. هو جهاز التدريب الإنتاجي لحرف التشييد والبناء. خلينا نقول إن الجهاز ده هو تابع لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية. هذا الجهاز تم إنشاؤه منذ ثمانينات القرن الماضي. هذا الجهاز الغرض الأساسي هو تدريب المتسربين من التعليم، تدريب المجندين على الحرف والبناء
التشييد. مش كده وبس، وايضا مواكبه التطور اللي بيحدث في مجال البناء والتشييد. هيكون معنا في لقاء الهواء الاستاذ محمد غباره مدير العلاقات العامه بجهاز التدريب الانتاجي لحرف التشييد والبناء لمنطقتي اسكندريه ومطروح. بناخد فاصل قصير ومن بعد الفاصل نبدا لقاء الهواء. معنا من أخبارنا الثابتة في إطار مبادرة الرئيس السيسي 10 مليارات جنيه لتمويل المشروعات التكنولوجية للشباب. كلف المهندس ياسر القاضي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات برسم الملامح العامة لبرنامج تأهيل الشركات الصغيرة والمتوسطة المتخصصة للاستفادة من مبادرة 200 مليار جنيه الخاصة بتمويل مشروعات الشباب، والتي أطلقها الرئيس السيسي منتصف العام الجاري. وتأتي هذه الخطوة بعد تخصيص البنك المركزي 10 مليارات جنيه من مبادرة 200 مليار جنيه القائمة على تعزيز مفهوم الإبداع والابتكار. الخبر الثاني: رأس المال يتخطى نصف تريليون 71 مليار جنيه أرباح البورصة منذ قرار تعويم الجنيه. تجاوزت أرباح البورصة خلال الجلسات الأربع الماضية 71 مليار، ووصلت الأرباح إلى 8 مليار أمس الأول، وفي جلسة الثلاثاء وصلت 16.5 مليار جنيه، وفي جلسة الاثنين وصلت إلى 17 مليار جنيه و29 مليار جنيه في جلسة الأحد الماضي. وواصلت البورصة تحقيق مستويات قياسية منذ إعلان البنك المركزي عن تحرير سعر الصرف نهاية الأسبوع الماضي، وحققت صافي ربح بلغ 8.5 مليار جنيه. يعتبر صعود البورصة المصرية وتحقيقها صافي ربح 71 مليار جنيه نتاجا لكل من قرارات المجلس الأعلى للاستثمار القرارات الأخيرة له، وأيضا قرار البنك المركزي الأخير بتعويم الجنيه.
ننتقل إلى لقاء الهواء بهدف محاربة البطالة وتأهيل الشباب وتنمية مهارات المتدربين، رفع كفاءة أدائهم وفقا لمقتضيات حاجة العمالة ومسايرة التطور التكنولوجي في العديد من المجالات والتخصصات الفنية والمهنية. من هذا المنطلق أنشئ جهاز التدريب الإنتاجي لحرف التشييد والبناء ليكون أحد الأجهزة المنبثقة من الجهاز المركزي للتعمير من أجل توفير فرص عمل للشباب وتدريبهم وربطهم أيضا بسوق العمل. حول هذا الموضوع يسعدنا أن يكون معنا الأستاذ محمد غبارة مدير العلاقات العامة بجهاز التدريب بمنطقتي الإسكندرية ومرسى مطروح. أهلا بحضرتك أستاذ محمد. أهلا بحضرتك. أستاذ محمد، خلينا في البداية ناخد نبذة عن هذا الجهاز. هو طبعا في البداية احنا بنشكر تلفزيون اسكندرية ان هو بيسلط الضوء على جهاز تدريب ومراكزه اللي هي موجودة في اسكندرية ومرسى مطروح، وبرضه بننقل يعني تحيات اللي هو جمال ابو كليله رئيس جهاز التدريب الانتاجي على حرف التشييد والبناء. احنا طبعا جهاز تدريب تابع وزاره الاسكان ومنبثقين او يعني فرع من الجهاز المركزي للتعمير. هنتكلم على اسكندريه، مش هنتكلم على كل المحافظات. احنا في كل المحافظات عندنا 62 مركز تقريبا على مستوى الجمهوريه بيخدموا كل المحافظات. هنتكلم على اسكندريه، احنا عندنا مركز تدريب الراس السوداء، ومركز تدريب في منطقه الحضره، ومركز تدريب في منطقه برج العرب، بالاضافه الى مركز تدريب في مرسى مطروح. المراكز دي بتخدم قطاع التشييد والبناء، يعني زي فيها اقسام معماريه زي المباني والسباكه والكهرباء والنقاشه، الاقسام اللي هي المعماريه اللي بتخدم العماره بصفه عامه. طبعا المركز نجار مسلحه ونجار مسلح، البلاط، كل الاقسام اللي هي بتخص العماره. طبعا الطلبه اللي بتيجي عندنا مش هنقول احنا، طبعا انا عايز اقول، انا قلت قبل كده ان هم المتسربين من التعليم واللي غاوي حرفه. يعني ممكن اكون انا مؤهل في علميا في مكان تاني او دبلوم تجاره بكالوريوس او كده، ولكن انا عايز اشتغل بالحرفه بايدي، او انا صنايعي واحد نقاش وعايز يقوي الحرفه بتاعته، او بيروح على مركز تدريب اللي جنب منه بيتعلم وبياخد شهاده. لان طبعا فتره التدريب مش عايز اقول هي كافيه، لكن هي 3 شهور بيشتغل فيها عملي. هو بياخد نظري، بتشرح له التمرين، بتشرح له الخامات اللي موجوده في السوق، التكنولوجيا الجديده الموجوده، ازاي يحسب الشغل بتاعه مش شغل بدائي يدوي زي ما هو شغال بره، الخامات الجديده الموجوده المتاحه ليه ايه. بيخرج بعد كده بيطلع يكمل الصنعه بتاعته في السوق. بالنسبه للطلبه عندنا متاح عندنا من 15 لغايه 35 سنه، السن من 15 لغايه 35 سنه. في حاجه كمان طبعا ان احنا عندنا مش طلبه بس عاديه، احنا عندنا كمان دورات بنخدم لربات البيوت. تيجي مثلا بكشف 10 20 30 وعندهم ناس عايزين يتعلموا الصيانه المنزليه، اعمال الصيانه المنزليه، يعني ازاي في حصل قفله صغيره في الشقه، في عطل في حنفيه الميه بتاعتها او في الخلاط، فبتيجي ازاي تتعلم تعمل الصيانه المنزليه في دورات. بيتم القبول عن طريق الجمعيات فقط ولا ممكن السيدات؟ لا، ممكن السيدات عادي تتقدم. بالظبط دي حاجه. لكن احنا اصلا في الاساس قائمين على تدريب الشباب، لكن دي حاجه جانبيه اضافيه معموله الوزاره عاملاها بتخدم بيها برضو يعني عشان ما نبقاش يعني ايه مميزين، احنا بنخدم شاب وما نخدمش كده. بالنسبه للسيدات المتقدمات ليهم عمر معين ولا مفيش؟ هو كله السن واحد، من عندنا من 15 لغايه 35 سنه. في حاجه تاني بالنسبه طبعا اسكندريه الحمد لله كان لنا الحظ ولنا الفرصه ان احنا جالنا معدات تقيله. معدات تقيله، احنا كان عندنا مركز رئيسي في العاشر من رمضان، ومركز في 6 اكتوبر، مدينه 6 اكتوبر. اسكندريه جالها الحظ الحمد لله ان احنا في مركزين، مركز يعني الراس السوداء ومركز برج العرب، نزل فيهم ونش الشوكه او اختبارات، يعني اللي عايز بياخد دوره، اللي عايز بيتعلم قياده. ويمكن انا حتى انا جايب بظروفها النهارده رخصه قياده. النهارده اللي بيشتغل في قلب اللي بيشتغل في شركه لازم يقول له اديني رخصه مزاوله مهنه او اديني رخصه قياده بتاعت المعده، لازم يكون حاصل على الرخصه. فهو بيجي عندي بياخد الدوره وبياخد شهاده خبره وبندي له رخصه قياده بالشكل ده، معتمده من ظاهره كده حضرتك مش فاهم؟ لا، هي بالنسبه لحضرتك كده ظاهره في الكاميرا. تمام كده تمام. فدي حاجه بالنسبه طبعا يعني تعتبر سهلت على بتاع اسكندريه، بدل ما بينزل مدينه 6 اكتوبر فبياخد الدوره، بيجي لنا بياخد الدوره وبيطلع يشتغل بيها. وخصوصا تمام. احنا عايزين بس ننوه للساده المشاهدين استاذ محمد ان احنا معانا على الشاشه دلوقتي جدول في عناوين المراكز في اسكندريه. تمام. احنا عايزين مركز تدريب الراس السوداء ده في منطقه الساعه بالتحديد قدام شركه البلاستيك. في مركز تدريب الحضره اللي هو مركز تدريب بروزو،
مركز تدريب في برج العرب، عندنا مركز تدريب في مرسى مطروح، وتقريبا الورقه موضحه اسمه مدير المركز ورقم تليفونه الارضي ورقم المحمول، حتى علشان الناس يعني ما يبقاش يعني ايه نقول ان هو مش عارفين اماكن المراكز فين. خلينا نقول للساده المشاهدين اللي ما بيقدرش يلحق ان هو يكتب، ممكن عن طريق الموبايل او اي كاميرا يصور الجدول اللي موجود على الشاشه. اتفضل. تمام. في حاجه كمان عايز اضيفها، اقول ان الجهاز ده حكومي، هو لو قطاع خاص هياخد من الطالب عشان يعلمه، لكن الدوله هي اللي بتدي له فلوس. هو الطالب بيجي بياخد 10 جنيه في اليوم، ال 10 جنيه ما تعتبرش بالنسبه للطالب حاجه، لكن هي تعتبر عبء على الدوله، عبء بتديهوله عشان يتعلم، بيدوا له زي مواصله زي مصاريف انتقال. الحاجه الثانيه ان هو مش بياخد ال 10 جنيه بس، هو بياخد تكلفه. اذا كان مثلا قسم نجاره بياخد حته مثلا قطعه خشب، بياخد بيقص فيها، بيتعلم، بينشر، بيرمي، والخشب ده كلته المهدر ده ما على حساب الدوله. الدوله بتديهوله عشان يتعلم، بتديله اسلاك، اذا كان كهرباء دوائر كهربائيه، اذا كان بيوصل حاجه، فالاسلاك دي بتتقطع كلها مهدره. فاذا الخامه الدهانات بيعلموا دهانات حيه، بيعمل تمرين واثنين وثلاثه بحيث ان هو يطلع بالفعل نقاش. فالخامات دي كلها بالاضافه لل 10 جنيه، بالاضافه للشهاده بقى اللي هو مجهود الناس خلال ال3 شهور عشان يعلموا. فانا بقول للشباب اللي هو اللي جاي بيبص بيقول هيديني 10 جنيه عشان يعلمني، لا، انت لو رحت لقطاع خاص او اكاديميه هتدفع فلوس عشان تتعلم، لكن الدوله هي اللي بتديك فلوس عشان تعلمك. وفي الاخر مش يعني هي مش هتربطك بوظيفه معانا وتقول لك تعالى، لا، ده انت اللي هتتفتح لك ابواب الرزق والمكان بتاعك ان انت تروح تشتغل في اي مكان تاني. احنا قلنا شروط التقديم من سن 15 من سن 15، وهنقول شرط اجاده القراءه والكتابه، لان برضو عندنا بيبقى في مذكرات مطبوعه، طبعا برنامج تدريبي لازم الطالب يعني يبص عليه يشوف ازاي الرسمه، حاجات كده لازم يكون بيقرا ويكتب. هنقول للطلبه والطالبات. الطلبه والطالبات لمن يرغب يعني. تمام لمن يرغب بالظبط. بالنسبه للطلبه المتسربين من التعليم، بالنسبه للطلبه المتخرجين من الثانويه الصناعيه. تمام. طبعا هو الجهاز طبعا عامل عده دورات، عايز اقول اللي هو التدريب العادي اللي هو التحويلي، وفي تدريب لمشرف تنفيذي، يعني ممكن يجي دبلوم صنايع وراح يشتغل في شركه بدون ذكر مسمى شركه معينه. الشركه دي بتقول له انا عايزه شهاده خبره ان انت شغال في الحته الفنيه او ان انت عمل، فبيجي عندنا بياخد الدوره لمده مثلا 6 شهور، يطلع مثلا مشرف تنفيذي. دوره كذا طلبه الجامعات بتيجي، احنا المفروض مكتب رئيس الجهاز مفتوح، رئيس جهاز التدريب اللي هو جمال ابو كليله مفتوح وفتح بابه للجامعات اللي عايز الطلبه عايزه تروح في الصيف للمدارس الثانويه الصناعيه، لاي حد عايز يروح يعمل معاه بروتوكول، يعمل معاه تعاقد، مفيش مشكله، لان الدوله مدياله منح ومدياله امكانيات ان هو يعلم بيها الشباب. مش كده وبس، في حاجه ثانيه انا كمان يمكن عايز اضيفها، ان مراكز تدريب تعتبر، انا قلت قبل كده ان هو مقاول او راجل خدمي. خدمي، الدوله ميسره لكل المركز تدريب اللي موجود في الراس السوداء او مركز اللي في الحضره او كذا، الناس المحيطه اللي حوالين منه، لو في مدرسه، مش هنقول الاهالي، لو في مدرسه عندها تخت مكسره، ايه اللي بيحصل؟ المفروض المدرسه، اداره المدرسه بتتواصل مع مركز تدريب وبتقول والله احنا عندنا 100 تخته مكسوره او عايزين نصنع 100 تخته. المفروض المركز كده الموظف اخد مرتبه. فدي حاجه تعتبر ايه يعني شغل زياده عليه اضافي هو بيعمله، ما فيش مشكله عنده، لانه كمان بياخد منه اجر رمزي. انا بجيب التخته وبصلحها، لو انا جبت نجار بره النجار هياخد 10 جنيه مثلا على القطعه، لو انت جيت على مركز تدريب هتلاقي بياخد منك جنيه او 2 جنيه نظير تصليح التخته. فدي حاجه برضو. فانا ممكن مراكز تدريب بتصنع تخت، ممكن تصنع بلاط، فيها ورش كريتال ومعدات موجوده، لكن هي عايز اقول الاهالي هي اللي ما بتستفادش، او الناس اللي ما بتستفادش بالميزات اللي حوالين منها. احنا بنلقي الضوء بقى علشان الناس تبدا تتوجه وتبدا تستفاد من الخدمات المقدمه من هذه المراكز. خلينا نقول نسبه الاقبال حتى الان بالنسبه للمراكز في المناطق، انا المنطقه نسبة الإقبال فيها عالية على هذه المراكز. والله احنا طبعا هنقوله يعني اكيد منطقة الساعة ومنطقة يعني الراس السوداء تعتبر هي ايه بتتميز شوية ان هي فيها اقبال، لانها منطقة زحمة ومكان يعتبر قرب من برج العرب، تعتبر يعني عايز اقول ايه محذوفة بعيد شوية، قريب منها مصانع وكده، واللي رايح هناك في برج العرب ده عايز يشتغل في مصنع ياخد 1000 و2000 مرتب وكده. فبيبقى ايه نسبة اللي هو جاي يتعلم دي نسبة ايه بسيطة شوية. لكن الحمد لله ربنا بييسر، وبيجي ناس بتبقى فعلا في البناجر اللي حوالين مننا، بنجر السكر فيها برضو موجودين ناس بيجي عايزين يتعلموا. بالاضافه ان جهاز التدريب مش بيخدم الطالب العادي بس، جهاز التدريب بيخدم القوات المسلحه،
للجنود القوات المسلحه، بيجي اخر 6 شهور او مثلا اخر 3 شهور في جيشه، بيتبعت عندنا على اساس ياخد فرقه تاهيليه لما يخرج للشارع بره يقدر ان هو يكون معاه صنعه. تمام، احنا معانا الجدول مره ثانيه بس للساده المشاهدين. اتفضل حضرتك. اتفضل يا استاذ محمد. بيبدا اللي هو العسكري بعد ما بيخلص، قبل ما بيخلص جيشه 3 شهور، القوات المسلحه بتبعته لمراكز تدريب. بيتقال في مراكز تدريب في القوات المسلحه ومراكز تدريب ملحقه بره في زي جهاز تدريب وكده. في كمان المساجين برضو بروتوكول معمول قبل كده، بروتوكولات مع جهاز التدريب واداره السجون. كان المدربين بيروحوا لغايه المساجين نفسهم، بحيث اللي هو خلاص المسجون اللي قرب يخرج هيخرج ده هيعمل ايه. فهم طبعا في اداره السجن بتبقى منظمه المجموعه دي كده، عندها ميول فنيه او ممكن ميول حرفيه ان هم يشتغلوا. ده عنده ممكن يبقى بنا، ممكن يبقى كهربائي، ممكن كذا، فبينظموهم وبيبدا يتبعت لجهاز التدريب ويقول والله المجموعه دي عايزه قسم كذا، دي عايزه كذا. بتبدا المراكز دي بتنتقل بمعداتها بعربياتها، بتروح لقلب الناس دي بتدربها في السجن. بالنسبه للمتدرب اللي عايز يكون مدرب او محاضر، تمام. هو طبعا دي طبعا لان الجهاز التدريب ده حكومي فبيتبع الشروط طبعا التعيينات وحاجات كده، طبعا دي للدوله، طبعا ده احنا ما نقدرش نتدخل فيها، لكن احنا بنقدر نستفاد بالطالب نفسه اللي خرج. احنا كده كده كل مركز عامل داتا كامله للطلبه اللي خرجت من عنده بتقوم بكده. فممكن الطالب ده المتفوق، احنا عندنا جالنا فرص عمل وحاجه متاحه، الشركات طبعا مش عايز اقول يعتبر بالجهود الذاتيه والمعارف للناس كده كده بالعلاقات. فبينطلب مثلا مجموعه من الناس نجارين مسلح حدادين كده، فبنقدر نبعت الناس ديت للاماكن دي. دي حاجه. الحاجه الثانيه ان الجهاز زي ما انا قلت اللي بيبقى فيه خدمه بيئه، مشروع خدمه البيئه اللي الدوله عاملاه، بيصنع تخت او بيصنع بلاط في ورش بلاط او بيصلح تخت او حاجه كده، فبياخد برضو الصناعيه دول، لان الجهاز عنده احيانا هو ممكن يستفيد بعمال من بره ويدفع لهم اجر لهم، غير لو انا مش متوفر عندي الحرفي المتواجد، اذا كان نجار او كذا مش موجود جوه في المنطقه وانطلب منه شغل، فممكن بيستعين بعماله خارجيه من بره مقابل ايه؟ مقابل اجر. فاحنا بنجيبه مين؟ المميزين اللي عندنا في الكشوف الموجوده. فاذا كده كده هو مستفاد. في حاجه ثانيه انا عايز اقول لحضرتك حاجه، ان مش عايز اقول يمكن نسبه 75% من الناس اللي اتخرجت من مراكز التدريب او من جهاز التدريب بعد ما طلعت جات لهم فرص عمل في شركات برضو بدون ذكر اسماء ودول عربيه كانت زي السعوديه او دول الخليج، وكانت متعاقده مع جهاز التدريب ومعمول بروتوكول معين ان هو ياخد الشباب دول يدربهم بره او يطلعهم بره للشغل، وكانت عقود عمل مجزيه، وكان الاكل والشرب يعني كل حاجه كانت تقريبا الشركه دي متكفله بيها. بنيجي ندور على العماله مش موجوده. نيجي مثلا وليكن لو حداد كريتال يقول خلاص ده انا فتحت ورشه ومش عايز اشتغل، هو خلاص لقى فرصته، نجار مسلح ده انا جبت عده وشغال، لا ده انا ظبطت حالي وخلاص كده. فاصبح ان هو الحمد لله ان احنا بنسد حاجه السوق المصريه، وهو نفسه بيطلع بيشتغل، يعني مش ان هو جاي يهزر، لا هو جاي يشتغل وطلع فعلا لقى مجال عمله بره، مش محتاج يسافر بره، ويمكن لقى فرصته في مصر يقول لك احسن من بره. استاذ محمد، هل يمكن النظر في الفتره اللي جايه عن المدى العمري لقبول المتقدم؟ يعني من 15 ل 35 فيما فوق 35. والله هو دي طبعا بيبقى بروتوكول محطوط او سياسه الوزاره اللي عاملاها، احنا طبعا مالناش ان احنا نتدخل فيها، فهو اللي بيحددوا الجو في نفس الوقت. في حاجه ثانيه، ما انا دلوقتي انا النهارده بدعم الطالب العادي اللي جاي ظروفه تعبانه وعايز يتعلم، باهله في 3 شهور. في واحد ثاني ممكن يجي لي 30 50 سنه مش فارقه معايا، لكنه جاي بيقول والله انا جاي النهارده عايز نقاشه وعايز كورس محدد في اسبوع او اسبوعين. الاسبوع او الاسبوعين دول عندي مدفوعه الاجر، بيورد لخزينه الدوله المركز، وبيخش ياخد دوره وياخد شهاده خبره دي على حسابه. يبقى يعني الخدمه دي متاحه. الخدمه دي متاحه بالظبط. الخدمه دي متاحه بس باجر. الخدمه دي متاحه بس باجر. في حدود قد ايه؟ يعني تقريبا مثلا هنقول فرنج مثلا الاسبوع في يعمل حوالي 200 250، مش عايز ارتبط برقم، لكن تقريبا يعني في الرينج ده كده. وبياخد شهاده نفس الكارنيه. بالظبط. بس بيرجع بقى للمدرب اللي بيختبره، ما هو ممكن المدرب يقول له هو جاي على انه ياخد اسبوع. يعني انا صنايعي بره وشغال، بس انا جاي اختبر، الشركه طالبه مني الشهاده، يجي يفوجئ ان هو ابيض، هو كبير انه مثلا بيمسك سكينه معجون وبيعرف يمعجن الحيطه،
لكن هو مش هو النقاش كده، لا النقاش لازم يكون فاهم بيدهن ازاي وتركيبه الالوان وايه الالوان الموجوده في السوق. فاذا هو محتاج مش اسبوع، ده محتاج اسبوعين، ممكن يكون محتاج 3 اسابيع. فبيرجع للجنه اللي بتختبره، هي اللي بتقيمه وتقول له المده بتاعت الدوره بتاعتك اللي هتقعدها قد ايه. تمام، أنا بشكرك شكرا جزيلا. بنشكر الأستاذ محمد غبارة مدير العلاقات العامة بجهاز التدريب الإنتاجي لحرف التشييد والبناء بمنطقتي الإسكندرية ومرسى مطروح. بناتي إلى ختام لقاءنا وأيضا ختام حلقتنا النهارده من الإسكندرية مباشر أسرة يوم الجمعة. على وعد أن نلتقي بإذن الله يوم الجمعة القادمة. إلى أن نلتقي، لكم منا أرق التحيات.